بص يا سيدي، الفيلم اللي هنتكلم عليه النهاردة مش معمول للعيال الصغيرة. يعني لو سنك تحت ال18 يا ريت تقفل الفيديو بكل احترام وتمشي. أما بقى لو أول مرة تشوفني، دوس اشتراك بسرعة كده واعمل لايك جامد علشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نخش على اللي جاي عشان في كلام كتير محتاج يتقال. الحكاية بتبدأ مع بنت اسمها أنا، بنت جميلة وموهوبة وشاطرة في دراستها، وعندها موهبة نادرة في العزف على الآلات الموسيقية. بس حياة أنا دي كانت عبارة عن سجن كبير، عايشة في نفس البيت مع أمها وجوز أمها. في يوم من الأيام وهي قاعدة لوحدها في أوضتها بتعزف على آلتها، يدخل عليها جوز أمها وهو سكران كالعادة، يروح يقعد جنبها ويبدأ يقرب منها. أنا توقف العزف وقلبها يكون مقبوض لأنها عارفة اللي هيحصل. الراجل ده كان دايما بيعتدي عليها، ولما تحاول تبعده يتضايق ويرمي القلم من إيدها ويضربها ويقول لها لازم تشكريني إني بصرف عليكي وعلى أمك. أنا حاولت تبعده بكل قوتها وهو يمسكها ويخنقها. في اللحظة دي تدفعه أنا بكل قوتها وهو يقع على الترابيزة اللي كانت جنبها، وتدخل حتة زجاج في رقبتها ويموت. أنا كانت مصدومة، مش مستوعبة اللي حصل، لكنها عارفة إنها عملت كده عشان تدافع عن نفسها. في المحكمة أنا تحكي للقاضية كل اللي حصل، وتقول لها إن جوز أمها كان بيعتدي عليها دايماً، وإنها كانت بتدافع عن نفسها وما كانش قصدها تقتله. أمها تكذب وتقول جوزي عمره ما لمسها، وطبعاً مفيش أي دليل على كلام أنا ولا أي علامة على جسمها. عشان كده القاضية تحكم عليها بالسجن 9 سنين، وممكن المدة تقل لو كانت بنت كويسة. تروح أنا السجن، وهناك تبدأ حياتها تتحول لجحيم. الحراس يعاملوا السجناء بطريقة وحشة قوي، يخلوا أنا تقلع هدومها كلها ويرشوا عليها مية، وبعدها ياخدوها على الزنزانة بتاعتها. في الزنزانة تلاقي أنا شريكتها واحدة اسمها جيني. جيني دي كانت غريبة الأطوار، انطوائية ودايما بتقرأ كتب. تقول لأنا إنها بقالها 4 سنين في السجن وإنها هتطلع قريب. أنا تيأس وتتخيل نفسها هتقضي المدة دي كلها لوحدها. تاني يوم تخرج أنا لساحة السجن وتقعد لوحدها. تيجي واحدة اسمها كلودي، ودي رئيسة عصابة في السجن، وتهددها لو عايزة محدش يأذيكي انضمي لينا. لكن أنا ترفض وتقول لها إنها هتفضل لوحدها. كلودي تقول انت كده هتموتي قريب. أنا تحاول تفضل لوحدها، بس كلودي والعصابة يفضلوا يهددوها لحد ما يمسكوها ويدخلوها أوضة المنظفات ويضربوها ضرب مبرح. ولما الشرطية تسألها مين عمل كده، أنا ما تقولش حاجة عشان خايفة. تقرر أنا أنها تروح لمدير السجن، واحد اسمه فرانك. المدير ده كان غريب، أول ما يشوف ملفها يقول لها أنت مختلفة عنهم، ما تستهليش السجن ده، ويوعدها أنه هيحميها من كل المشاكل بس بمقابل. أنا تفهم على طول أنه عايز يستغلها، فترفض وتمشي، وترجع لزنزانتها وتقول لجيني مش قادرة استحمل، كلهم عايزين يستغلوني. جيني تحاول تهديها، لكن في يوم رئيسة عصابة تانية تعتدي على أنا وما تعرفش تدافع عن نفسها. ما يبقاش قدامها حل غير أنها تنضم لعصابة كلودي. تروح أنا لكلودي وتضرب واحدة من العصابة عشان تثبت قوتها. كلودي توافق إنها تحميها وتطلب منها إنها تضرب رئيسة العصابة التانية، وهم هيصوروها عشان يبقى معاهم دليل إنها هي اللي بدأت. أنا تضربها، لكن رئيسة العصابة التانية ترد وتضربها هي والعصابة بتاعتها. الأمن يتدخل ويحبس أنا في السجن الانفرادي لمدة 3 أيام من غير هدوم. المدير يخرجها ويقول لها لو كنت سمعتي كلامي ما كانش ده حصل، نفذي أوامري ومش هتدخلي السجن الانفرادي تاني. أنا توافق وهي حزينة ومكسورة. ومن هنا تبدأ أنا تسمع كلام العصابة وتدخل معاهم في مشاكل كل يوم، وكل مرة تدخل للمدير اللي بيستغلها أكتر. حياتها تتحول، تبدأ تشرب وتدخن وتبقى مش في وعيها. حتى جيني اللي كانت صاحبتها تبعد عنها عشان ما تدخلش في مشاكلها. تحس أنا بالوحدة فتروح تقعد مع المدمنين في السجن. هناك يدولها حقن مخدرة فتحس إنها مش في الدنيا دي. في يوم أمها تيجي تزورها وتلومها، إزاي سبتيني لوحدي؟ ليه خبيت الحقيقة؟ أنا تقول لها أنت كنت عارفة إنه بيعتدي عليا من صغري وما عملتيش حاجة. الأم تتصدم وتمشي، وأنا تقول لها ما تجيش تاني. تكمل أنا في طريقها وتدمن المخدرات
لدرجة إنها تأذي نفسها. العصابات كلها بتضايقها، بس هي خلاص ما بقتش تفرق معاها. في يوم رئيسة العصابة التانية تهجم عليها وهي بتاخد دش وتضربها. أنا تكون على آخرها، بس جيني تروح معاها وتنصحها: لازم تبطلي المخدرات دي، هتموتي في السجن. أنا تقرر تنتقم، تروح تضرب رئيسة العصابة التانية والكل يدخل في خناقة. الأمن يتدخل ويحط أنا في السجن الانفرادي تاني، وتكون حالتها صعبة جدا. المدير يخرجها ويطلب منها تسمع كلامه مقابل إنه يخرجها من السجن، بس أنا خلاص جابت آخرها. تمسك زجاجة مكسورة وتهدد الكل إنها تقتل نفسها. الحراس يسيطروا عليها ويحجزوها في أوضة لوحدها. هناك تقرر أنا إنها تقطع شرايينها. الحراس يلحقوها ويودوها مستشفى السجن النفسي. الدكتورة تحجزها 14 يوم، وتفضل أنا هناك في وسط ناس حالتهم صعبة، تشوف قد إيه المخدرات دمرتهم، وده يخليها تقرر إنها لازم تبطل. ترجع أنا السجن وتقدر تبعد عن المخدرات. المدير يعرض عليها فرصة، يطلب منها تعزف في حفلة السجن الموسيقية ويجيب لها آلتها. أنا تفتكر جوز أمها اللي اعتدى عليها وتنهار من العياط. لما باقي المساجين يعرفوا إن المدير بيميزها، يضربوها ويعوروا وشها عشان يبقى شكلها وحش. المدير يروح يزورها ويوعدها إنه هيجيب لها حقها من كلودي. الدكتورة تلاحظ إن المدير بيلمس رجل أنا وتفهم إنه بيستغلها. في حفلة السجن أنا تعزف وكل السجناء يتأثروا بيها. المدير يروح لها ويقول لها إنه ممكن يخرجها من السجن خلال شهر واحد، بس بشرط إنها تسمع كلامه. أنا توافق وهي حزينة، بس في نفس الوقت فرحانة إنها تخرج. تحكي أنا لجيني، بس جيني تحذرها من المدير. في اليوم اللي بعده يوصل لها جواب لحضور جلسة إطلاق السراح المشروط. أنا تفرح، لكنها تكون قلقانة من المدير، فتقرر تروح للدكتورة وتحكي لها كل حاجة. الدكتورة تصدقها وتقول لها إن ليها قريب شغال في الحكومة وممكن يساعدها. المدير يشوفهم على الكاميرات ويؤمر العصابة تضرب أنا عشان ما تتكلمش تاني. أنا تتصدم وتقرر إنها تنتقم. تطلب مساعدة كلودي واتفقوا يعملوا فخ للمدير. جيني تروح له المكتب وتتفق معاه على كل حاجة، وتسجل له فيديو وهو بيحاول يستغلها. في جلسة إطلاق السراح المدير يجي ويتكلم عن أنا ويقول إنها شخصية طيبة، بس بتفقد السيطرة على نفسها ومحتاجة تفضل في السجن أكتر. أنا تنصدم وتتأكد إن جيني كانت على حق. قبل ما تمشي تطلع أنا الموبايل وتوريهم الفيديو اللي سجلته للمدير. اللجنة كلها تتصدم ويؤمروا بالقبض عليه. القاضي يعتذر لآنا ويطلب الإفراج عنها من غير أي شروط. ولما تطلع تلاقي أمها مستنياها. الأم كانت راحت واعترفت للقاضي إن آنا مظلومة. تحصل آنا على منحة دراسية في الموسيقى وتبقى من أشهر العازفين في العالم. وكده فيلم النهاردة انتهى. استنونا في فيديو جديد. سلام.